اللاعبين البارزين والنجوم. الكسر كما فعل في مباراة الذهاب ايضا في مباراه اياب افتتح حصه التهديف. باكو الكاسير 10 مباراه يبدا فيها اساسيا ويسجل فيها ايضا 10 اهداف. الهدف الثاني جاء في الدقيقه 56 من الينيا الى بيكي الى الفيش فيدال الذي يعطي فيدال يعطي الكره الى بيكي ويسجل في الدقيقه 56. واليش فيدال الذي نوهنا بمهاراته الهجوميه هنا بعمليه منقوله سيسجل بطريقه رائعه براسيه بالطبع من رأسيات اللاعبين الكبار، ليس لاعب مدافع ولكن لا يمتلك حس هجومي شاهدناه في كثير من المناسبات. كان قائد فريق قبل أن يدخل بالطبع سيرجيو روبرتو. الهدف الرابع حمل توقيع دينيس سواريز ينفرد ويسجل. ثم الهدف الخامس الذي اختتم حصة التهديف والذي اختتمها أيضا في مباراة الذهاب أمام مرسيا اللاعب الواعد الشاب خوسي أرنايز دي المهارات الفنية الرائعة جدا سيستلم الكرة وهنا بالطبع بتسديدة باليسرى يحرز الهدف الخامس.